لما خدوني المدرسة قالوا لي بابا بعتنا نيجي ناخدك عشان نوديك مركز الخدمة. نوديك لبابا مركز الخدمة، وبكرة هيروح يجيب اخواتك عشان بابا يجيب لك الطيارة انت واخواتك. والعربية شكلها اسود ومن جوه شكلها اسود وهي BM. ودونا على مصر. اول ما عدينا مركز الخدمة وطلع لي المطر، قال لي بعد كده ايه لا لو اتكلمت هذبحك. بعد كده ودينا على مصر محطة بنزل. بعد كده مشيوا بالراحة. ودوك محطة ايه؟ ودينا محطة في الشروق. بعد كده دخلوا في الشروق. ايش عرفك ان هم ودوكوا الشروق؟ قريت الاسم. بعد كده دخلنا جواه. بعد كده قال لنا ايه اطلع بره عشان اروح اجيب تليفون بابا. نزلك من العربية؟ ايوه انا وعمو. عمو مين بقى؟ عمو اللي كان قاعد معايا ورا في الكنبة. وبعد كده مين جه اخدكم؟ عمو معرفش اسمه. بعربية كده ازرق. هو اخدنا. راح فين؟ ودانا عند برجر كينج، اكلني ساندوتش ووداني على البيت بتاعه. وبعدين كان قاعد معاك بقى الراجل اللي كان في الكنبة اللي ورا، ولا ما كانش قاعد معاك؟ كان قاعد معايا بره. والراجل اللي هو كان سايق العربية الكحل الزرقاء ده قاعد معاك برضو؟ لا دخل نام اللي هو سايق العربية الزرقاء؟ ايوه. وبعدين بعد كده اتفرجنا على التلفزيون لغاية ما جه بالليل. بعد كده اتفرجنا على التلفزيون. بعد كده بابا بعت عربية تيجي تاخدني، وهو سلم عربيته كده الازرقاء عند العربية اللي بابا طلبها تيجي تاخدني. مين قالك ان بابا طلب العربية دي؟ عمو اللي هو بتاع العربية كده. طب والراجل اللي كان قاعد معاك في الكنبة كان موجود ساعة ما العربية دي جت اخدتك؟ لا. ايه اللي راح فين؟ كان واحد تاني. راح قال لي هروح اجيب العربية بتاع اجيب عربية عشان اوصلك لبابا. وبعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده في عمو واحد تاني جه. واحد جديد ده بقى؟ ايوه. جه. بعد كده بابا بعد كده قعدنا شوية. بعد كده بابا بعت عربية. مين قالك ان بابا قعد؟ اللي هو بتاع عربية كده الازرق. نزل معاك بقى ولا فضل قاعد في الشقة؟ لا نزل معايا بالعربية كده. هو مين؟ هو عمو. رحتوا فين؟ رحنا على العربية اللي انت بعتها نجيب. طب العربية اللي انت بعتها دي كان فيها كام واحد؟ 4. كان في حد معاهم اي مسدس بندقية بتاع؟ لا كان فيه مسدس بس. وكان شكله ايه اللي كان سايق العربية؟ اللي كان سايق العربية كان تخين. وابيض ولا اسمر؟ ابيض. ماشي. وكان معاه مسدس؟ ايوه. وجابوك بقى ودوك على فين؟ ودونا على السويس. ودوك فين في السويس؟ وزير الامن. وزير الامن. ماشي تمام. لا خلينا ليليا. تمام. وانا جيت اخدتك منين بقى؟ جيت اخدني وزير الداخلية. لا مين؟ لا من مفتش الداخلية. ايوه مفتش انا بتلخبط فيها. هو انا عادة بروح اخد الاولاد الساعة 10:15. انا ركنت قدام المدرسة، لقيت باب المدرسة مفتوح والاولاد كلهم خارجين بره المدرسة يعني. وكان الولد اللي هو كل يوم بيجي يقف بالكلب كان واقف قدام باب المدرسة وماسك الكلب والاولاد متلمين حواليه. دخلت بصيت على ادهم في الحوش ما لقيتهوش، فرحت اخد اخوه الاكبر منه اللي هو فهد. دخلت اخدته وبعد كده خرجت ادور على ادهم ما لقيتهوش. خرجت بره المدرسه بصيت عليه ما لقيتهوش. رجعت تاني المدرسه دورت على اختهم الكبيره خدتها. وبعدين برضو خرجت تاني بصيت بره ما لقيتهوش. بعت فهد سأل الولد اللي هو اللي معاه الكلب ده هو ادهم جه عندك؟ راح قال له لا هو ادهم كان هنا ودخل جوه. قعدت بقى يعني شويه ابص جوه شويه طلعت رحت بصيت عند الكشك اللي جنب المدرسه ودخلت بصيت تاني ما لقيتهوش. رحت خرجت تاني بصيت في البصات اللي جنب المدرسه. بقيت بقى انا واخواته وولاد عمه كل واحد فينا بيدور في ناحيه. بعد شويه ابتديت اقول للمدرسين انا ما شفتش مش لاقي ادهم محدش شافه. اسال بقى المدرسين اصحابي هناك والاولاد اصحابه يعني اللي كنت بلاقيهم قدامي لحد ما الساعه مثلا كانت جت 11:10 كده اهو. دخلت مديره المدرسه يعني سالتها قلت لها انا مش لاقيه ابني انا مش لاقيه ابني. راحت خرجت معايا بعض المدرسين دوروا وقالت يعني لو انا اتاكدت ان هو فعلا مش موجود في المدرسه ولا حاليا المدرسه
اتصلت بوالده بقى واتصلت بعمامه، وهم جم بعد كده اتصلوا بالبوليس وكملوا بقيه اليوم. والله حضرتك احنا رحنا النيابه يوم الخميس، وكيل النيابه قعد يحقق مع ابني اكنه راجل كبير اكتر من ساعتين 3، حتى انا يعني تعبت من كتر التحقيق مع ابني. وقال لي تعالى تاني، جابني قال لي يوم السبت تيجي بدري. قمت الساعه 8:30، رحت النيابه 9، دخلت لحضرته 10. قعد مع ابني اكتر من 3 ساعات برضه حقق معاه، وبعد كده قال لي تعالى كمان شويه. وبعد كده عملوا طابور حضرتك عرض، جابوا فيه المتهمين بحضور المحامين بتوعهم، وجابوا معاهم دخلوا معاهم ناس زياده ولبسوهم لبس مختلف عن لبسهم، وعرضوهم على الولد، والولد بقى يتعرف على كل واحد على حداه. وبعد كده يدخلوهم اجمالي مع ناس تانية، بقى يتعرف على كل واحد ويقول ده اللي عمل ايه. في واحد اللي هو كان شهرته عبده اسمه عبد الرازق، احمد عبد الرازق. وفي محمود سمكه، هو ده حضرتك اللي كان خطف ابني من جوه المدرسه، وكان راكب في العربيه البي ام ورا، وهو ده اللي يعني خطف ابني من جوه المدرسه. وكان في واحد اسمه محمد الافريقي، ده حضرتك كان واقف بالكلب على باب المدرسه. وكان في واحد تاني اسمه عمرو مجدي، كان برضه واقف على باب المدرسه مع الكلب. هما اللي لعبوا الولد ابني في الاول، هما مشتركين في باب. وفي حضرتك اللي هو اللي كان سايق العربيه اللي ادى ابني للشرطه، اللي الشرطه ما جبتوهوش، وانا بسالهم ليه ما جبتوهوش لغايه دلوقتي، وسلموهم الولد ده طلع في الشروق، ومش عارف ليه ما جابوهوش، يعني مش عارف ليه. انا يعني في استغراب. اسمه حضرتك اسمه احمد عبد الرازق. وحضرتك في حاجه برضو حصلت لي اثناء ما كنا في المدرسه، اتعرضت عليها صوره للمتهم اللي اسمه عبده، مش صورته. يعني احنا عشان السوس صغيره بنعرف بعض يعني في الشوارع وكده، وهم فاتحين في الشارع في طلعت حرب اللي هو فيه اخواتي وبتاع، شارع مشهور في اسمه شارع الفراخ يعني زمان. فانا كنت اعرف شكله الولد ده يعني، فعرضوا عليا صوره قالوا لي ده عبده، قلت لهم لا ده مش عبده اللي انتوا بتعرضوه عليا. مين اللي عرض عليك؟ واحد ظابط بس مش هقول اسمه، يعني هو عارف نفسه، وما يشوف التصوير هيعرف يعني. النهارده لما كنت في النيابه شفت عبده اللي انا اعرفه، يعني اللي انا اعرف شكله بشنبه. اللي عرضوا عليا عرض لي صوره من غير شنب، وقال لي هو ده اللي احنا قبضنا عليه دلوقتي. فمش عارف ليه عمل كده يعني الظابط. في واقعة تانية برضو هحكي عليها من فترة قريبة، من حوالي 15 يوم. بنت اخويا اسمها عنان، هي في سنة 5 ابتدائي، بس جسمها كبير جدا، تشوفها تقول ان هي في اعدادي او في ثانوي. حاولت عربية تخطفها، المهم بنت جت تمسكها، بنت عنان دي جسمها عافي، راحت شداها وزقاها وراحت جارية المدرسة. بس انا سمعت يعني ان هي اسمها رانيا وشغالة معاها. وحضرتك الراجل اللي سايق العربية الكيا ده طلع اخو الاستاذ عبده، اسمه احمد عبد الرازق، مهندس مع عربية كيا سيراتو لونها كحلي، وهو دلوقتي هربان حضرتك. ومفروض ان النيابة هتطلع قرار بضبطه واحضاره عشان خاطر ينضم للقضية، وربنا يهدي الناس. وانا مش عايز حد يشوف اللي انا شفته، ولا عايز حد يخطف طفل تاني، وربنا يهدي الناس يعني.